هاي يا جماعة، النهاردة هنعمل الفيديو اللي انتوا طلبتوه مننا. المفروض ان انا عملت اسك على انستجرام ايه الفيديو اللي جاي اللي انتوا عايزينه. كلكم قلتوا اسئلة واجوبة، انا وجوزي يعني نجاوب عليها. فده الفيديو ان شاء الله، وتابعونا. ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا، واعملوا لايك للفيديو. لو حد يهمه الامر اعملوا له شير وكده، وحاولوا تدعموني كده والقناة تكبر. فيلا نبدأ الفيديو. No, I don't want to share my private life on social media. I really don't like. هو ما بيحبش يظهر على السوشيال ميديا كتير، وانا على فكرة I force you always to show it in my videos. فهو ما بيحبش الصراحة، غيري انا بحب اظهر كتير. Start. First Run. Arabic word. خرا. طبعا انتوا سمعتوا، مش هعيدها. انا المفروض ان اكتر كلمة كوري بسمعها هنا يبوكي. يبوكي حارة. مامته بتقولها اكتر حاجه، اللي هو اعمليها بطريقه كويسه. في كوريا لازم نعمل كل حاجه مرتبه، يعني هما ما يهمهمش الوقت. يهمهم مثلا لو حطيتي منديل تحطي المنديل فوق المنديل. فدي اكتر كلمه كوري انا اتعلمتها. We met on Instagram. First time I saw her picture. I really liked the picture and text her. Yeah. هو بيقول ان هو اول مره يعني شاف صورتي، قام دخل كلمني، وانا ساعتها كنت بدرس كوري، فقعدنا نتكلم مع بعض، ومن هنا ابتدأنا نتعرف. هي القصه ما فيهاش ديتيلز كتير. No, they are not Muslim. في كوريا هنا يا جماعة مفيش ديانة. يعني انت فكرة ان انت ممكن ما يكونش عندك ديانة، ودي والديانة is حرية شخصية. everyone free to have his own religion in Korea. Freedom. freedom yeah. هو عبر لي عن حبه ازاي. هو من النوع اللي انتوا زي ما انتوا شايفينه انسان طيب جدا. يعني هو بيبان حب الناس من كلامهم، من افعالهم. فهو الصراحة وراني كل حاجة تبين لي ان هو بيحبني وان انا اثق فيه. اختلاف العادات والثقافات طبعا خفت منه، وصراحة سبب لي مشاكل، بس عرفت اتخطاها لما قلت دي ثقافتهم، ما ينفعش انا اجي اغير ثقافة بلد كاملة. فحاجة زي دي خوفتني شوية، بس ما خلتنيش يعني اللي هو اكره البلد او اكره الناس. In Korean life. Really expensive. First, which city we live now? We live in Incheon. Incheon also big city. هي مدينة جنب سول بالظبط، يعني مش بعيد. وبالنسبة للعيشة الغالية، العيشة هنا غالية جدا يا جماعة، غالية جدا، real expensive. فلا يعني مش زي أي بلد في العالم بجد. يعني كوريا غالية جدا. لا. me are you. أنا مش حامل، وبنفكر نجيب أطفال. هو اللي هيجيب when we think to have babies. When we have enough money. لما بجد نكون نفسنا وتكون العيشة كويسة ونكون قادرين ان احنا نديله حياة كويسة، ساعتها هنفكر نجيب طفل. بس دلوقتي فعلا يعني الحياة مش مستعدين، ولا ماليا ولا حياتيا ولا اي حاجة ان احنا نجيب اطفال دلوقتي. فنأجلين الموضوع ده. You start. Difficult question. Why? There is nothing. No, there is maybe a lot of good things. I can't. Really a lot though. You're kind to me and you love me a lot. I really love you so much. وانا برضو ليا انا، هو بيقول ان هو مش عارف يختار عشان في حاجات كتير جدا خلاه. وفعلا انا مش هقدر اختار حاجه واحده يخليني اتجوز شخص. اتجوز شخص دي معناه ان انا خدته على بعضه، يعني مفيش حاجه عجبتني او حاجه وحشه، لا. هو شخص انا حبيته. يعني انا مش عارفه اختار حاجه واحده تخليني اشوفه الشخص المناسب ليا. هو طيب جدا وفعلا يعني مش عارفه يعني
مش عارفين نختار ايه اكتر، ايه حاجة واحدة خلتنا نختار بعض. لا انا بحبه، يعني بحبه حتى لو بعيوبه، حتى في حاجات بتضايقني فيه، حد بكل ده، لا انا بحبه. Choose one. امم Actually, I love Korean food because I'm Korean, but I love tamea طعمية. and the rice with the meat. بيحب المشاوي. Yeah. المشاوي اللي هي من عند الحياتي كده، كان مع تحتها رز كده. هو حبه جدا وبيحب الطعمية جدا، نفسه يعيش مع الطعمية. انا الصراحة اختار الاكل المصري. I choose Egyptian food actually، عشان الصراحة وحشني قوي بجد ونفسي اكله بجد. I miss Egyptian food. We will eat. Work. هو مع ان انا اشتغل مليون في المية. هو شايف ان ما ينفعش حد يجي كوريا ويقعد في البيت، عشان كوريا كل الناس حرفيا بتشتغل، حتى الستات العواجيز يا جماعة وانتوا ماشيين هتلاقي ست عندها 60 سنة او 65 سنة واقفة وبتشتغل. صراحة انا معاه برضو. الصراحة يعني انا لو هتكلم طبعا عن الجوندمال والبامال، عشان انا ساعات ممكن اتكلم بامال، ودي في كوريا موضوع فعلا صعب جدا. I mean talk بامال instead of جوندمال. so people get mad suddenly. ففي كوريا انت لو عملتي الغلطة دي فعلا الموضوع صعب جدا، ومحدش بيفهمك بسهولة، ومحدش بيفهم ان انت اجنبية. فدي من اكتر الحاجات. والثقافة هنا الناس الكبار آلهة، فما ينفعش ان انت مهما كان، مهما عملوا وحش، ان انت ما ينفعش تردي عليهم او تتعاملي معاهم بطريقة وحشة، او تتعاملي معاهم او تتكلمي معاهم ان انت عندك كرامة. حتى لا، انت ما عندكيش كرامة قدام الناس الكبار بجد، هما بيقولوا كده. فالصراحة دي من اكتر الحاجات اللي شوية خلتني صعبة. الثقافة الكورية صعبة شوية. Sometimes you don't understand Korean culture. That time little. اكتر حاجة بتخليني متضايقة منه لما في موضوع النظافة، او مش النظافة، ان هو بيحب كل حاجة، حرفيا كل حاجة في مكانها. يعني هو بيحب مثلا لو انا مثلا البتاعة دي مثلا جت كده، لا هو عايزها كده، وما ينفعش تغيريها، وما ينفعش ان انتي يعني حتى تغلطي. فدي اكتر حاجة تضايقني فيه، ان هو عايز كل حاجة صح وبيرفكت 100%، وانا مش بعرف اكون بيرفكت 100%. فدي اكتر حاجة بتضايقني منه. I love Islam. I'm 100% Muslim. And our kids, you think will be Muslim? Of course. Our children will be Muslim. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه اول لقاء ما بيننا، ان انت لو هتكمل معايا هتكون مسلم ومقتنع بالاسلام مليون في المية. وده الحمد لله اللي هو عمله من يوم ما عرفته وهو مقتنع بالاسلام. واطفالنا طبعا ده من برضو من اول يوم اتقابلنا، ان اطفالنا مش اختيار. انا مش همشي على الثقافة الكورية الصراحة واخلي لهم الاختيار وكده، لا احنا اخترنا ان هو هيكون، ان هم يكونوا مسلمين وبس كده. احنا كده خلاص خلصنا الاسئله اللي انتوا بعتها لنا كلها. كان في اسئله اكتر بكتير طبعا، انا بعت لي اكتر من 1000 سؤال ولا حاجه، فما عرفتش اعملهم كلهم. انا خدت بس الحاجات المهمه او الحاجات المتعاده، وان شاء الله نعمل فقرات زي دي كده لما قناتنا تكبر وتبقى حاجه كبيره. ولو مبسوطين ان ادم طلع معايا، اكتبوا لنا في الكومنت عايزين نطلع معاه ولا لا، اكتبوا لنا في الكومنت ايه الافكار اللي انتوا عايزينها. متنسوش السبسكرايب والشير واللايك، وتفعلوا زرار الجرس عشان لما انزل اي حاجه يوصل لكم كل جديد. بس كده، بحبكم جدا وباي باي.